انت امي بزاف عليك وبزاف عليك وبزاف عليك وسيره واش كينوب عليك واش كينوب عليك واش كينوب عليك كينوب عليك ولا السي المالي والنواب ديالك واش انا ملي كنجلس في المجلس وتنوقف ويكون حدايا النائب الاول والاستاذ حجي ملي تنخرج نهضر في التليفون كيسير ماشي كنقول له اهضر بحال الا حنا في الغابه لا عطيني النائب الاول تفضل. السيد الرئيس لماذا نصر على هذه الكلمه هذه؟ لان في البدايه ديالك النائب شوف جاوبتينا واستعملتي القانون. النائب كتعطيه الفلوس يهضر كيدي 3000 درهم اش كيدير بها؟ السيد الرئيس في الاول كيتبوز عليا بها يهضر السي ترشيد النفقات وهاد الدستور الا بغيتي نعاودو معاك فيه ترشيد النفقات ما من الدخل جاوب واش تيغمق عليك وقفوا هضر السي بلاتي يا تهضر على الناس ماك خايف منه قول له ركبت معاك في الطوموبيل واسيدي وقول للمواطن يسمع بلاتي ركبتي معاه في الطوموبيل واش قال لك؟ السيد الرئيس السيد الرئيس وعدتيني سيد رئيس المستوى انا نقولها السيد الرئيس انت دون المستوى وانت كذاب معروف عليك كذاب وانا كنقولها ونتحمل مسؤوليتي انت معروف في المغرب السيد الرئيس صحاب كيكذب لك شي واحد كذاب انت معروف السيد الرئيس انت معروف انت مشيتي الغابه الدخله ديال سيدي سليمان الغابه قطعتيها ما حشمتيش لولا ان الوثيقه مسيني معاك فيها الباشا والله تقدر رفع دعوه ضدك واسمع واش قال دريس الرادي تيخدم فين يصطاد المليار وانت كذاب واحشم على وجهك انت جدي تصطاد المليار ديتي الاعضاء وغديتهم واقيلا البيتزا واش غداكم كتكذب بلاصه انت قلتي بلاصه كتبان لك بلاصه كدير انت امي وتعطيني هاد البلاد انت جاهل وانت كترى انت قمارت اش غتعرف وريني شوف انا نتحداك الا كنتي جبت مشروع وهاد دراسه المشروع وريني اش درتي كتكذب وكتبقى الدور وكتستغل الضعف امام الله ستؤدي كتستغل الضعف الاميين صحاب والفقراء كتستغلهم تقول لهم اجيو كيسمعوا دريس الرادي كيقول انا غندير له وكتكذب خليني ما نجبدلكش اسرار اخرى كنوجهك بها في القضاء صافي دابا ما نهضرش معاك المواطن هو الضحيه يستافدوا خفافيش انا عرفت يدير السياسه يخرج يحرق راسه اللي كيعرف يدير السياسه وينوض يهضر اش تخزن المرسي هذا سيدي الرئيس انا شخصيا اعتذر صدر مني في يوم ما ديك الداسيه اللي تكون خاطئه على كنعتذر الله يكرمك